السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة مطبخ هبة. كما وعدتكم خياتي في فيديو تاع العجينة المورقة قلت لكم راح نشارك معكم تشكيلات مملحات وراح نمد لكم كامل لي زاستيس او النصائح باش تنجحوا فيهم. ونحب نشكر بزاف البنات اللي جربتوا الوصفة تاع العجينة المورقة ونجحت معاكم، نشكركم بزاف على تعليقاتكم الإيجابية. اليوم في هذا لا فيديو خيرت ندير معاكم لي كورني جاوني يعني بزاف عليه طلبات، وزدت درت معاه كوكا أو بيتزا كوفر. وفي الفيديو إن شاء الله الجاي راح نشارك معاكم وصفة لي فولوفون لأنه الفيديو طويل بزاف فقلت أني نديرو في فيديوهين. كما راكم تشوفوا البنات القرمشه تاع هذا الكوكا وهذا لي كورني صراحه هما ساهلين بالبزاف وجاو بزاف هايلين. فقط تبعوا المراحل خطوه خطوه والنصائح باش ينجحوا معاكم. شوفوا البنات يعني دوك تسمعوا هذيك القرمشه صراحه بزاف بزاف هايلين. وممكن تشوفوهم هكا البنات راهي الطريقة سهلة بالبزاف يعني ما تديش ما عندها حتى جهد ولا وقت كثير ولا أبدا. البنات يعني باش يعني الطريقة الوحيدة راهي في الطياب، تبعوا فقط الفيديو للأخير باش تفهموا. هنا البنات هذه العجينة المورقة كنت أنا درتها نهار اللي درتها معاكم. حطيت يعني كمية حطيتها فقط في الرف تاع ماشي في الكونجيلاتور، حطيتها فقط في تحت. لأنه كما قلت لكم طريقة الاحتفاظ إذا كنتوا راح تخدموا بها يعني من 4 أيام ولهون يعني ما تفوتش 4 أيام حطوها لتحت. أما إذا كنتوا راح تخبوها خبوها في المجمد وكل ما تحتاجوا تجبدوا. هنا جبت العجينة تاعي كما راكم تشوفوا راني بسطتها، راني حليتها يعني استعنت بالفرينة. وهنا على السمك تاعها راح يكون 0.2 يعني تكون رقيقة راح ندير بها لي كورني. وقطعت هذوك الشرائط تاع يعني 1.5 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. هنا البنات حبيت نعطيكم تاني نصيحة، هذيك العجينة يعني اللي تقطعوها من الأطراف شوفوا ما تروحوش تلموها وروحوا ديروها كما راكم تشوفوا. يعني حطوا يعني يعني عجينة على عجينة وحطوها أكوسي ومن بعد تعاودوا تخدموا بها عادي فقط خلوها تريح هذا ما كان وتعاودوا تخدموا بها عادي. هنا كما راكم تشوفوا هاد الشريط البنات تشوفوا الطريقة فقط. نحي كامل هذيك الفرينة الزايدة ما نخليهاش ونجيب الطرف وشغل هكا نحلو بصبعتي كما راكم تشوفوا أو موضح في الفيديو. ونجي يعني ندير يعني نرولي بهذه الطريقة. هنا البنات الطريقة تاع يعني كيفاش ترولوا العجينة على الكورني يعني تحطوا كل ما تجوا ترولوا كل رولة تحطوها على النصف تاع الرولة الأولى كما راه موضح. طريقة سهلة ما على بالي كامل تعرفوها البنات. هاي ليك ونجي نغلق ببياض البيض. هنا كاين اللي تحب تغلق عفوا بالماء كما كاين اللي تحب تغلق بياض البيض كما تحب. عاودت معاكم يعني كورني واحد آخر. والله يا البنات غير ساهلة، شوفوا اللي تهيب من العجينة المورقة وتهيب كامل من هذا المملحات نقول لك ادخلي شوفي هذا الفيديو. طريقة سهلة ومبسطة يعني ما فيها لا تعقيدات ني يديك ني يجيبك والو. هنا البنات قبل ما ديروهم طيبوا هذه خطوة مهمة جدا أنكم تحطوهم في المجمد مدة نص ساعة. نعاود البنات قبل ما تحطوهم يطيبوا كغير تشكلوهم حطوهم نص ساعة في المجمد. سوا هذا لي كورني سوا لي فولورو سوا أي حاجة يعني خدمتوها بالعجينة المورقة تحطوها في المجمد قبل. وهنا البنات جيت ندير معاكم الكوكا. هذه صراحة الكوكا ما كانت لا على البال ولا على الخاطر فقط قلت أني نديرها للعشاء. فقلت نديرها في هذا المول الصغير يعني جاتني 4 حبات تاع كوكا. حليتها ثاني بسمك يعني ماشي بواحد سنتيمتر هكذاك وقطعتها على شكل سنيوة تاعي وحطيتها. وهنا الحشو البنات درت تكتوكة عادي كما يعني التكتوكة العادية اللي نخدموها. بسطتها ونحيت هذوك الزوائد كما راكم تشوفوا. البنات اللي وصلت هنا وماهيش مشتركة في القناة وصادفها الفيديو تاعي نتمنى دير اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها هكذا كل جديد نحطه أو أي فيديو نحطه راح يوصلها إشعار.
وما تنساوليش البنات اللي راهي تتفرج تحط لي هذاك الجيم فضلا وليس أمرا. شوفوا البنات طريقة سهلة مبسطة ما كاين ما أسهل منها. هنا البنات شوفوا العجينة هذيك اللي يعني اللي كنت قصيتها من الأطراف كيما راكم تشوفوا، حطوها بهذه الطريقة يعني وحطوها وتعاودوا تفتحوها عادي يعني فاسيلمون. هكذا البنات. تحبوا ديروا بها بيتزا يعني ثاني تجيكم بيتزا يعني ميني بيتزا يجوا بزاف هايلين. شوفوا البنات كي حليتها كيفاش جاتني سهلة، شوفوا الطريقة. قلت لكم هنايا ما تروحوش تكرفصوها ولا تخلطوها لنا، قلت لكم ديروا هاد الطريقة. هنا شوفوا درتها في الساشي ودرتها راح ان شاء الله راح ثاني نديرها ميني بيتزا. وهنا البنات بعد ما فاتت نص ساعة راكم تشوفوا يعني الكورني تاعي كيفاش راهم يعني جامدين. هنا جبت صفار بيضة درت لها شوية تاع الخل باش تنحي لي هذيك الريحة تاع البيض ودهنتهم. هنا حاولوا كي تدهنوهم البنات هذاك البيض ما يقيسش هذاك الحديد تاع الكورني باش يجوكم مورقين. هنا البنات كنت شعلت الفور يعني واحد ربع ساعة قبل على أو أعلى درجة. هنا هذا هو السر البنات، لازم الفور يكون كيما نطيبوه يعني خبز الدار، لازم يكون سخون بزاف وندخلوهم مباشرة في الفور باش يدو هذاك الشوك يعني مدة من 3 دقايق حتى ل5 دقايق. من بعد نقصوا لهم النار على 170 درجة، شعلوا غير من تحت وطفوا الفوق. والبنات هنايا هذاك نعاود لكم البنات هنا باش تفهموني. تكونوا قبل ما تحطوهم في الفور تكونوا حطيتوهم في المجمد نص ساعة، بعد تجبدوهم يعني ويكون الفور يعني شاعل على 15 درجة، شاعل على أقصى درجة مدة 15 دقيقة. من بعد تحطوا هذاك لي كورني تاوعكم في الرف الوسطاني عادي وتخلوهم يدوا هذاك الشوك يعني يتورقوا معاكم شغل يكونوا جامدين وبعد يدخلوا في درجة حرارة بزاف يدوا هذاك الشوك ويتورقوا. غير تشوفوهم مدة 3 دقايق 5 دقايق. نقصوا الفور تاعكم على 170 درجة، السنيوة تاعكم طلعوها للفوق كامل، طفيوا الفوق وبقاو وشعلوا غير التحت. هذه هي البنات راح يدوا معكم واحد النص ساعة هكذاك طياب، خلوهم يتحمروا على خاطرها. من بعد كي تشوفوهم حمار وصايي هبطوهم كامل للرف التحتاني وشعلوا عليهم من الفوق مدة 5 دقايق هكذاك، غير يحماروا صايي كيما راكم تشوفوا. نحوهم شوفوا يتنحاو فاسيلمون. صراحة ما كاش ما أسهل من هذه كما قلت لكم كل شيء على الطياب. نتمنى فقط أنكم تكونوا فهمتوني. وهنا البنات الكوكا هذيك ثاني درت لها هذاك الصفر تاع البيض وجبت الموس يعني على ماشي على الماضي على الكوتي الآخر. شغل طبعت هذا ما كان وكان الفور ثاني شاعل بالبزاف. رحت حطيت الكوكا تاعي باش غير بدات تتورق. نقصت للفور شعلت غير التحت وجبت هذيك السنيوة تاعي قطعت كامل بالموس يعني كي تشوفوا كي دات هذاك الشوك يعني جبتها وقطعتها. هنا كيما راكم تشوفوا راني غير نعلم فقط. ومن بعد قطعتها زينتها بالزيتون اختياري يعني تقدروا تقطعوها هكا كاريات تقدروا تقطعوها مثلثات كيما حبيتوا، التزيين يبقى لكم اختياري. وهنا البنات جيت نخدم معاكم صوص تاع فرماج اللي راح نحشي بها هاد لي كورني تاوعي. درت كاس غير ربع تاع الحليب، انا هاد الكميه صغيره بزاف بها درت غير كاس غير ربع. زدت معاه مغرف تاع نشا كبيره، زدت معاه رشه تاع فلفل كحل وزدت معاه رشه تاع الملح. زدت معاه ثاني فرماج تقدروا ديروا فرماج يعني تارتيني هذه تاع انا درت تاع موندور ما كانش عندي هذاك تاع المثلثات تقدروا ديروا تاع المثلثات يجيكم بزاف بنين. وفرماج رابي نخلط بارد في بارد كل شيء ومن بعد نحطهم على النار غير يعقدوا نعاود نخرجهم او نطفي عليهم نحيهم من فوق النار عفوا. ونزيد عليهم كنت زيتون مقطع رقيق يعني اختياري البناتة. وزدت عليهم الطون تاع الزيت خليتهم يبردوا يعني كل ما تبرد هاد العجينة راح تمد لكم هذاك القوام تاع الكريمي، قوام كريمي عاقد. جيت حشيت لي كورني تاوعي
هنا البنات كل وحدة وكيفاش تخدم يعني صلصة الجبن، لكن هاد الصلصة البنات بزاف هايلة وساهلة يعني ما فيهاش مكونات بزاف، وبنينة ثاني مع هذاك الذوق تاع الطون بزاف هايلة. شوفوا هنا الله يبارك الكوكا بعد ما طابت مورقة مع إنه أنا راني درتها رقيقة شوية، شوفوا ما شاء الله واحد القرمشة فيها واحد القو بزاف هايلة. هنا البنات جيت نحشي لي كورني تاوعي، هنايا عمرتهم كامل حتى للفوق وزينتهم بالفرماج أربي. هذه هي البنات الوصفة، نتمنى تكون عجبتكم، نكون عطيتكم كامل النصائح وفدتكم، فقط ما تبخلونيش البنات إذا شفتوه إنه فيديو يعني فريمون يفيد بزاف، يعني ما تبخلونيش بهذاك الجام وبالبارطاج هكذا باش يوصل هذا الفيديو لبزاف ناس، وهكذا يجوني بزاف متابعات وتكبر عائلة تاع القناة تاعنا. نحب نشكركم بزاف البنات اللي راكم ناشطين معايا سوا في لي لايف تاوعي سوا في لي فيديو، نقول لكم يعطيكم الصحة، شكرا بزاف. وثاني نحب نشكركم على التعليقات الإيجابية تاعكم، راني كامل نقراها وراني كامل نحاول وهذه هي نرجعها البنات لكم. الوصفة تاعنا لنهار اليوم، نتمنى فقط أنه تكون نالت إعجابكم وتكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.